90 ثانية بتفصلنا عن يوم القيامة. تخيل كده لو عرفت إن فاضل على أحداث النهاية 90 ثانية حسب التوقيت المحلي لساعة يوم القيامة. العبرة مش بظهور علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، دي ساعة رمزية أسسها مجموعة من العلماء عشان تنذر باقتراب النهاية وانتهاء العالم البشري على كوكب الأرض. فإيه حكاية وقصة ساعة يوم القيامة؟ ساعة يوم القيامة هي ساعة تعبيرية افتراضية حول توقع اقتراب النهاية، ومظبوطة على إنها لو وصلت دقتها عند منتصف الليل معناها إن العالم انتهى. فمين أسسها؟ والفكرة دي جات له إزاي؟ وإزاي مظبوطة دقتها وعقاربها إنها تتحرك بأي حسابات زمن؟ تعالوا نعرف إيه قصة عقارب ساعة يوم القيامة ومين أنشأها وهي مظبوطة على كام دلوقتي. مع توسيع دائرة الخلاف اللي كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله بين الدول واللي بتنذر بحرب عالمية ثالثة، إيش حرب روسيا وأوكرانيا، وإيش طوفان الأقصى اللي من يومها بنشوف إبادة جماعية لإخواتنا وأهالينا في غزة ومش قادرين نعمل حاجة على مرأى ومسمع من العالم كله، وأخيراً الاستنفار الأمني العسكري تحسباً لحرب نووية أو لحرب هتدور ما بين إسرائيل وإيران بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واللي تم اغتياله من أيام في طهران. كمان اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الغربية. هنا إيران أعلنت إن هيكون ردها حازم قاسي، والمتوقع إن تدور حرب ما بين إسرائيل وإيران. فيا ترى احنا داخلين على حرب عالمية ثالثة؟ هنا اتحركت ساعات يوم القيامة عشان تفصلنا عن منتصف الليل، الميعاد المقترح ان فيه تنتهي العالم بكارثة نووية حقيقية تبيد البشر، واللي بيفصلنا عن منتصف الليل دلوقتي 90 ثانية، وهي النقطة الأقرب لمنتصف الليل من ساعة إنشاء الساعة دي، واللي تم إنشائها من 77 سنة. يعني احنا دلوقتي في أقرب نقطة وصلت ليها الساعة من ساعة ما اتعملت. فإيه قصة الساعة ومين عملها؟ تعالوا نعرف الحقيقة في باب الحقيقة. بعد مشروع مانهاتن العلماء فيه استخدموا ذرات اليورانيوم وعملوا فيه القنابل الذرية وقنبلة هيروشيما وناكازاكي، جم سنة 1947 أينشتاين والعلماء اللي اشتركوا في المشروع ده قالوا لا، احنا كده العالم بيتدمر بإيدينا واحنا السبب. قالوا هيأسسوا منظمة تنذر وتحذر العالم من مخاطر استخدام الأسلحة النووية. بعد ايه بجد والله؟ فقاموا بتأسيس منظمة اسمها مجلس علماء الذرة، وجي مؤسس الجمعية دي واللي هو عالم فيزيائي اسمه يوجين رابينويتش قال احنا محتاجين نعمل مجلة شهرية نتكلم فيها عن مخاطر الطاقة النووية، وطلب من فنانة اسمها مارتل لانجسدروف قال لها اعملي لي تصميم لغلاف المجلة دي. ولما سمعت منهم عن أهداف المنظمة قالت مفيش أنسب من شعار أو تصميم ساعة عشان تنذر العالم كله باقتراب النهاية وتكون أقرب توضيح لأهداف الجمعية دي. وبالفعل نشرت الجمعية أولى أعدادها بصفة شهرية. ومن هنا مؤسسي الجمعية قالوا طب ما دي فكرة حلوة، ما احنا ممكن نعمل مجسم عن ساعة نتحكم في تحريك دقاته حسب المخاطر النووية اللي بتهدد العالم وانتشار الأسلحة النووية عشان ننذر الدول بالكارثة الحقيقية اللي هم داخلين عليها. ومن هنا عملوا مجسم الساعة اللي بيتحكموا في تحريك عقربه وظبطوه لأول مرة على الساعة 12 إلا 7 دقايق، على أساس إن منتصف الليل الساعة 12 دي هي معناها إن العالم سوف ينتهي تماما. أما بقى اللي قبله بالزيادة أو بالنقصان دليل على الخطر، على اقتراب النهاية. ومعنى إن الساعة توصل 12
فده معناها ان دق ناقوس الخطر والعالم هينتهي ومفيش فرصة للرجوع لورا. اما ليه اختاروا انها تكون الا 7 دقايق؟ فرقم 7 في حد ذاته لغز عايز حلقات وحلقات. المهم من ساعة انشاء الساعة دي حركوا عقاربها بالزيادة او بالنقصان 27 مرة حسب المخاطر اللي بتتعرض ليها البشرية في كل زمن وفي كل وقت. فمثلا سنة 1953 حركوا عقارب الساعة لغاية ما وصلت ل 12 إلا دقيقتين لما حاولت تجرب أمريكا والاتحاد السوفيتي القنابل الهيدروجينية، فهنا زادت مخاطر الحروب النووية. أما وقت حرب فيتنام سنة 68 رجعوا العقارب لمنتصف الليل إلا 5 دقايق، وبعد انتهاء الحرب الباردة سنة 91 رجعوا العقارب ل 17 دقيقة قبل منتصف الليل، ودي كانت أبعد نقطة وصل ليها عقارب ساعة يوم القيامة وما تكررتش تاني. ومش المخاطر النووية بس هي اللي بتحدد عقارب الساعة، انضم لمجلس علماء الذرة دي 13 عالم كلهم حاصلين على جائزة نوبل، دخلوا من ضمن معايير تحريك عقارب الساعة أحوال الطقس وتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية. ففي 2017 اتحركت عقارب الساعة وفصلتها عن منتصف الليل بدقيقتين فوز ترامب في الانتخابات وانسحابه من اتفاقية المناخ. وجم في 2021 في الوباء العالمي كوفيد كورونا ظبطوا العقارب ان بقت تفصلنا عن منتصف الليل 100 ثانية، يعني حوالي دقيقة ونص. ودلوقتي اعلنت المنظمة عن تحريك عقارب الساعة بحيث تفصلنا عن منتصف الليل ب90 ثانية، ودي النقطة الأقرب اللي من 77 سنة من ساعة إنشاء الساعة ما وصلتش عقاربها للنقطة دي. فهل إحنا داخلين على كارثة حقيقية؟ عامة كانت أهداف المنظمة دي إنها تنذر الدول من سوء استخدام أسلحتها وإنها ممكن تؤدي لنهاية العالم، بس هو الحذر بيمنع قدر. وحابة أختم كلامي بالآية القرآنية اللي بتقول: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. لما سألوا اليهود والكفار سيدنا محمد عن الساعة لأن هم أصلا ما كانوش مصدقين إن في نهاية للعالم، فقالوا هنسأله بسخرية واستخفاف، ففعلا لو هو صادق في نبوءته هتنزل علينا أحداث الساعة. لكن الله عز وجل حكمته أعلى، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فإن كانت المنظمة دي بتحذر العالم وبتحذر أصحاب القرار من كارثة حقيقية ممكن تؤدي لفناء البشرية على كوكب الأرض، فالحذر لا يمنع قدر. استنوني في حلقة تانية في باب الحقيقة مع ريهام.